بسم الله الرحمن الرحيم. يا إخواني، أنا النهارده كما لم يحدث من قبل بهذه الدرجة تنازعني جدا المعنى اللي أنا جيت علشانه. هل الكلام عن مجدي أحمد حسين ولا الكلام عن المنهجيات اللي هي موضوع الكتاب؟ لا، أنا قررت أن أتكلم عن مجدي أحمد حسين ولن أتكلم عن هذه المنهجيات، ربما لأن الوقت قصير، ربما لأنه ليس عندنا مرات كافية نلتف فيها حول ذكر مجدي أحمد حسين. كيف يحبس شخص من سنة ونص مثلا بهذا الشرف المجيد ولا تنعقد بدل المرة مليون مرة لقاءات تتدارس هذا الموضوع؟ مجدي أحمد حسين أنا أعرفه من 25 سنة مثلا، رجل أنا بقول لحضراتكم أنا إذا حبيت أعد سياسيين في مصر كلها في تقديري أنا ما يوصلوش 10 تنفار، في تقديري أنا من حيث الصدق، من حيث أنهم صادقون فيما يقولون ومستعدون لدفع ثمن ما يعتقدون. صدقوني ما بيوصلوش 10، وبقعد أجيب ورقة وقلم وأقعد أكتب وأفكر، بعمل كده بشوف فيه موجود ولا لا. إذا كنت أنا مش هقول لكم مين ال10 دول فأنا عشان أكسب حريتي، لكن أقدر أقول لكم إن أنا لا أعتقد إن في رقم واحد صدقا قبل مجدي أحمد حسين من ضمن السياسيين. ليس لأنه صادق كما بدأ الأستاذ محمد عبد القدوس الندوة فقط، ولكن أيضا لأنه برغم أن أنا يمكن رأيي المنهجي مختلف عن كثير مما قيل اليوم جدا، إنما لأنه كمان بيعرف يكون إيجابي، يلاقي الدور اللي ممكن يتعمل. مجدي أحمد حسين ده كان بيتصل بيها في التليفون مثلا عشرات المرات علشان يعني لقاء فعالية بسيطة. هو الذي وجد طريقا علشان ينزل الأزهر وينزل عمرو بن العاص، وإن كان العدد قليل، علشان هو اللي عدى كما يقولون والله أعلم بالحقيقة في الأنفاق علشان موضوع غزة، ومفيش حد، مفيش 2 ولا 1 ولا 3 تعدهم على الصوابع في مصر كلها عرف يعمل موقف إنه يعدي من النفق علشان يقول إن الشعب المصري مش موافق على هذا الحصار اللي بين مصر وبين غزة. إنسان يجد دائما الطريقة التي يعبر بها عن كسب، وطريقة مش طريقة آمنة، مش طريقة في الحدود المرسومة، مش طريقة في الدايرة اللي بتترسم ويتقال ممكن تتحركوا على الرصيف ده أو على السلم ده، وإنما طريقة موجعة في التعبير. ولذلك أنا بقول لحضراتكم إنه أنا شفته في مجلس الشعب لما انتخب في 87، رأيت ما لم أره لا من قبل ولا من بعده في أسلوب الصدق وهو يتكلم من على منبر مجلس الشعب، وفعل شيئا أنا مش هقدر أقول لكم دلوقتي إيه هو، إنما لم أره من قبل ولا من بعد في مجلس الشعب، ودلني على أنه إنسان صادق. وكان ضمن 4 استجوابات بتناقش في يوم واحد من حريفة ومهرة، لكن نبرات الصدق في هذا الشخص. ولما حب يدخل مجلس الشعب بعد كده، أو يدخل نقابة الصحفيين بعد كده، أو يدخل غزة بعد كده، أو يدخل أي مكان، كانت المشاكل تلاحقه، لأنه بيعمل شيء في الصميم، في النقطة الموجعة حقيقة، مش في المساحة المسموح بها، مش في المساحة المتروكة. هذا الكلام الصدق نمرة 1 والإيجابية نمرة 2، أو يعني اختيار الدور، نوعية الإيجابية، هو اللي لو اتعلمناه مش هيبقى حكم ظالم في البلد 24 ساعة. إنما واقع الأمر أن قليلين من يجدوا أقدامهم إلى هذا. عشان كده أنا عايز أقول للسيدة الفاضلة حرمه ولأنجاله وللإخوة اللي موجودين معاه كلهم، لازم يوضع في CV بتاع مجدي أحمد حسين إنه وهو الذي لم يزره مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين طول محبسه وهو صحفي عضو في نقابة الصحفيين. هذا شرف له. نعم، حضرتك قلت هذا الكلام وأنا يعني أكاد أقبل رأسك تقديرا على هذا الصدق. لازم يتقال زي ما اتقال فلان اللي عمل مديرية التحرير فمنافسه كتب اللي مش بيعمل مشروع مدير. نحن أيضا نقول
هذا هو الذي لم يتجرأ أو لم يرغب فلان في زيارته وذكره. حضراتكم عارفين ان انا ربما في هذه الايام الظروف انا مش يعني لست ممن يكثرون الحضور، لكن انا جئت لهذا الرجل ليعلم ان هناك للصدق قيمة وثمن وثقل، وانه لابد ان يبروز هذا النموذج في الايجابية وفي الحركة وفي معرفة الدور اللي يقام به. وعيب علينا والله، عار علينا ان يقعد مجدي احمد حسين في السجن 1.5 سنة ولا تتحرك فعاليات كثيرة تناقش، وهناك جدار الذي بيبدأ بين مصر وغزة وغيره ولا نناقش، والشباب معظمهم احنا قاعدين في قاعة محصورة لا يعرفون من هو هذا الشخص. لو كان مجدي احمد حسين النهارده حر في وسط الناس صدقوني انا استحي ان اظل اثني على انسان بهذه الصورة، ولا يجوز ولا يصح. ايها الاحباب الكرام، قبل ان اختم هذه الكلمة لانه الحقيقة انا تورطت ايضا في الاطالة، انما المسألة الخاصة بالمنهجيات أرجو إن إحنا ما ناخدهاش على إنها تناقش بهذه السرعة، لأن المسائل فيها من الأعماق ما قد يتغير به وجه النظر تماما. لذلك لا بأس إن إحنا نذكر الكلام بعمقه، لكن أرجو أن نعلم أن المنهجيات اسمها منهجيات لأنها لا تؤخذ كشواشي أبدا، لذلك لابد أن نعطيها حقها. وأقول أحمد الله عز وجل أنه مكنني وأقدرني أن أكون اليوم موجودا في مثل هذا الملتقى لأعبر عن أن نحن ما جئنا لنكرم مجدي حسين، وإنما حقيقة أتكلم عن نفسي وأظن أنه شعور عام، أننا جئنا لنلبس رؤوسنا تاج كرامة أنني حضرت هذا اللقاء الذي يذكر فيه هذا الذي قدم براهين صدقه عبر على الأقل 25 سنة من معرفتي به، فأنعم وأكرم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعلم من هذا درسا كبيرا وأن يظل ماجدا طوال عمره يا رب العالمين.